بيكو حلقة جديدة ولقاء جديد. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أشهر المناطق في العالم أو في باريس، السكرتير. منين يا جورج؟ أنا من مصر. كنت فين، اسكندرية ولا القاهرة؟ القاهرة. القاهرة. ما رحتش مصر بقى في الفترة دي؟ إيه؟ ما رحتش مصر أنت في الفترة دي؟ زرت مصر؟ رحت مرة. مرة. بتحب مصر ها؟ حلوة. نعمل إيه بقى؟ بتسمع إيه عن مصر دلوقتي بقى؟ إيه؟ تسمع إيه عن مصر؟ أخبار مصر إيه بالنسبة لك يعني؟ أنا هم اللي بيغنوا. أنت بتغني؟ هم اللي بيغنوا. هم بيغنوا. استنى شوية. نشوف هنا. نشوف إيه؟ طبعا في اليونانية كان ليهم شغل كتير في مصر، كانوا عندنا، بس طبعا بعد 52 في ناس كتيرة قوي سافرت. عشت في الشبرا. في شبرا. فين في شبرا بقى؟ في الشبرا. شبرا. ما فيش 30 جنيه الشبرا. لا، في شوارع هناك. والعسال. الشبرا والعسال. أنا عشت في الشبرا، اتولدت في الشبرا. انت عارف العسال اتغيرت دلوقتي، بقت نيفو. بس كانت عسال أما مشيت. أما مشيت كان عسال. وهي عسال دلوقتي برضه. فين بقى؟ نزل له يكوت اغنيه ولا ايه؟ انت تحب اغنيه مصري؟ طب غني كده اغنيه مصري كده افتكر. سلمى يا سلامه. سلمى سلمى سلامة، رحنا وجينا بسلامات. سلامة يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. الدنيا الكبيره. استنى. عندنا حصيله من الاجانب اللي كانوا عندنا في مصر، التعاون والاقتصاد وحاجات كتيره قوي. مصر محتاجه ايه في الفتره الحاليه؟ شوف حضرتك، يعني أنا في بلدين اتنين في العالم بحبهم، هما مصر وفرنسا. مصر عشان انت مصري وقاعد هنا. بالظبط كده، ولكن عن قناعة كمان. لو بصينا بين مصر وفرنسا هتلاقي تشابه كبير في حاجات كتير جدا. هنا في إديت بياف، عندنا كان أم كلثوم، عندنا كان في نجيب محفوظ، هنا في مارسيل بانيول، كان في كلود فرانسوا من ناحية، عبد الحليم من ناحية تانية، نهر السين ونهر النيل، الهرم وبرج ايفل. فالتشابه في مجالات كتيره قوي بين مصر وفرنسا، دولتين كبار في التاريخ وفي الجغرافيا. فانا بس عاوز التعاون اكلمك أكتر. انا يعني عاوز اقول ايه، احنا للامام، وانا عارف وشفتك وكنت معانا في البرلمان، شفت ليك بعض العلاقات مع بعض الشخصيات السياسيه المهمه. ازاي نبقى في احسن صوره في التعاون بين مصر وفرنسا؟ وايه اللي احنا محتاجينه دلوقتي في مصر بقى بعيد عن رحله فرنسا؟ بصراحه احنا محتاجين في مصر حاجات كتير قوي، اساسها التعليم هنا مثلا في فرنسا اجباري من صغر السن لحد الثانويه العامه، اجباري لكل الطلبه والطالبات. ده اللي بيخلي ان البلد دي دولة بتتقدم. وعلى فكرة فرنسا لما تحب تاخد أي فكرة بتاخدها من ألمانيا أو من السويد. إحنا مش عيب إن إحنا ناخد أفكارنا من أوروبا، من دول أوروبية، لأن ده أهم حاجة التعليم. التعليم أساسي جدا جدا جدا، عشان ولادنا، عشان شبابنا، عشان نتقدم. مجال التعليم أنا في رأيي دي أول حاجة ناخدها. الصحة العامة، فرنسا دولة ممكن تتعالج فيها مجانا، عمرنا ما هنسألك عندك فلوس ولا ما عندكش فلوس، هنعالجك الاول وبعدين نحط في المرتبه الثانيه موضوع الفلوس. بتخش اي مستشفى هنا غني او فقير بتتعالج بنفس المستوى. فرنسا دوله يجب علينا ان نتعامل معها لمستقبل البلدين. رزق شحاته انا بكلمك وللامام، تقول لي محتاجين ايه؟ محتاجين ناخد الافكار الاقتصاديه اللي بتنجح هنا. يعني مثلا في تجربه انا كلمت حضرتك فيها، اللي هي مباني لروا ميرلان، اللي هي المحلات العملاقه بتاعه البنى، اللي بتعلم كل انسان يبني بيته. يبنيه ازاي بيته ده؟ هتلاقي كل فرنساوي هنا عنده غرفه مخصوص في بيته فيها الادوات كلها، للسباكه، للكهرباء، للبنى. انت تشتغل بنفسك، توضب بيتك، تصلح في بيتك سواء حنفيات او الكهرباء او كذا عشان الفلوس.
ازاي تعتمد على نفسك. هي فكره طبعا يعني بسيطه بس عظيمه يعني. هو مش توفيرا للفلوس وبس، ده احساس الانسان انه بيعمل حاجه بايده، اللي بيزرع بايده، اللي بيصلح حاجه في بيته بايده، اللي بيصلح عربيته، اللي بيغير لها زيت، كل ده الناس هنا بتعمله بايديها، لان بيجد في نفسه متعه انه بيفهم في كل حاجه وبيعمل كل حاجه وبيبني، دايما بيبني. انت وده شيء مرشح مهم. البرلمان يا رزق؟ انا ان شاء الله انا مريت بالتجربه دي في 2012 عن دائره اوبرفيليه بونتان، ولكن دي كانت اول مره اخش التجربه دي، وكنت ثاني واحد نائب النائب يعني بيسموه هنا سبليون. المره دي انا بشتغل من دلوقتي باذن الله، وليا الشرف ان انا هقدم نفسي للترشيح الانتخابي في 2017 في يوليو 2017 بعد الانتخابات الرئاسيه على طول. اتمنى انه ينجح في البرلمان هنا، ونشوف واحد من اصل مصري او هو مصري من جماليه يبقى عضو الجمعيه الوطنيه او عضو البرلمان الفرنسي. بشكرك واشوفك في مصر، وتحيا مصر. شكرا، تحيا مصر يا استاذ طارق. أعزائي المشاهدين، بنكمل جولتنا واحنا في فرنسا هنا، ونشوف أحد المطاعم بيعمل طريقة فريدة عجيبة عشان تسلية الزباين. بيقدم الطبيخ، بيقدم الشوي، بيقدم طهي الأطباق، ولكن بطريقة حديثة، بطريقة 3D، بطريقة الجرافيك. بتتفرج على شاشة من خلال الطبق بتاعك، تخيل الأكل بيتعمل إزاي. أول ما بيخلص الفيلم بيخش الأكل بجد. كمل معاكم ورانا الحضاره. عاوزين حضاره، نشوف الصوره رقم واحد اللي بيقدمها كلها فهلوه، احنا عاوزين علم. الصوره رقم واحد اهي. اتنين اهي. وادي ثلاثة. ده العلم بقى، شوف الاختراع ده. نقدم فكرة، هو مش اختراع، هو ابتكار. ازاي تخلي الناس تستخدم سلم عادي مكان سلم الكهرباء. دي في احدى المحطات في المانيا عملوا السلم على هيئة درجات، او نقول عليها السلم الموسيقي بتاع البيانو. الناس تطلع على السلم، كل خطوة وكل درجة بتسمع موسيقى بشكل مختلف. هنا كيف تستمتع وتمتع الآخرين، كيف ننشر السعادة. ده السلم الموسيقي بجد. هنتبنى 30 اختراع، 30 فكرة، 30 مشروع من هنا، من أمام أبو الهول، الهرم. عاوزين أحسن اختراعات، نحل مشكلة المية، الطاقة، الطرق، التلوث، حاجات كتير عايزينها. ابعتوا لنا عشان تشاركوا معانا، والعلم وللأمام. كل يوم يفوت شوف عملت ايه بكره، لو ما جاش انت روح نادي حلمي، لو بعيد برضه عيش عليه بكره يبقى بيك واقع انت فيه. للأمان أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. وحكاية عمرها 3 سنين معايا. الحكاية هنا في دار القدس في المعادي، إنه في بنت مريضة معاقة ذهنيا، حصل هنقول إيه، أبشع أنواع الجرائم أمامها. اللي حصل من 3 سنين إنها كانت وحيدة وهي مريضة مع أبوها المسن، أبوها اللي طلع على المعاش من هيئة السكك الحديدية في منطقة البراجيل. وكان في واحد بيشتغل في محل حلاق، شاب تعرف على هذا الرجل، وحصل نوع من انواع الزيارات المتبادله. اللي حصل ان هذا الشاب المجرم راح البيت، والفتاه المريضه كانت موجوده مع ابوها. قام بقتل الاب وقطع دراعه وحرق الجثه، وخد الدراع عشان يعمل بصمه ياخد فيها البيت، يعمل نقل ملكيه للبيت.
لكن عدالة سماء، لكن ربنا كشف هذا الأمر وفضحه، وخدنا البنت وجبناها هنا. هذه البنت قعدت في الدار لمدة 3 سنين، حالتها كانت سيئة. مش هشكر في الدار، ولكن هتشوفوا حالتها دلوقتي، تعرفوا التحسن اللي حصل فيها، بقت شبه عادية. نشوف اللقاء ده واكمل معاكم. هي الواقعة دي بقى لها كام يوم؟ الواقعة دي بقى لها كده بقى لها 35 يوم. 35 يوم. انت اللي بترعاها في ال انا 35 اللي يوم؟ برعاها من ساعتها ابوها ما مات، انا اللي باكلها. ملهاش اهل ولا حاجة؟ لا ولا لا لا، محدش جاها خالص، ولا حتى